بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي رئيس مجلس النواب، صاحب المعالي رئيس مجلس المستشارين، أصحاب المعالي الوزراء ومستشار جلالة الملك، أصحاب المعالي والسعادة، سفيرات وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، ومدير المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدون لدى المملكة المغربية الشقيقة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي السرور أن أرحب بكم جميعا وأنتم تشاركوننا بهجة الاحتفال باليوم الوطني في الذكرى 93 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك تحتفل سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط باليوم الوطني 93 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. وهذه المناسبة الغالية مناسبة تحتفل فيها السفارة كل عام، وفي هذه المناسبة أود أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، متمنيا دوام الازدهار والاستقرار، وأن ينعم على المملكة بنعمة الأمن والأمان والاستقرار. شكرا جزيلا. بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى شعب وقيادة المملكة المغربية الشقيقة بكل مشاعر المواساة للزلزال المدمر الذي حدث في بعض مناطق وأقاليم المملكة المغربية الشقيقة وآثاره وتداعياته الأليمة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد من توفاه الله بالجنة وأن يكون من الشهداء، وأدعو الله كذلك أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. شكرا جزيلا. الاستجابة لدعوة السيد سفير المملكة العربية السعودية شيء عادي بالنسبة إلينا، لأنه تبقى لهذه الدولة مكانة خاصة. أولا هذه أرض الحرمين كما لا يخفى، وكل المغاربة متعلقون بالحرمين وبالأرض التي تؤويهما، وفي نفس الوقت يعني هذه دولة لنا معها أقوى العلاقات بطريقة غير قابلة للمراجعة حسب تقديري، ويجب أن تبقى كذلك. ولقد وجدت هذه المقولات عند سياسيين مغاربة سبقوني، فالمملكة العربية والمملكة المغربية يعني أختين لا متحابتين لا يمكن أن تفترقتا، فالحد الأدنى من الصواب كما يقول المغاربة هو الاستجابة لدعوتهم، رغم أنه ليس في الحقيقة لا أنشط كثيرا للاستجابة لمثل هذه الدعوات. شكرا.